على سلامتك. نورتوني يا جماعه. الحمد لله على سلامتك انتي والبيبي. احكي لنا بقى ايه الاخبار في الاول، حاسه بايه وانتي مامي جديده؟ معلش الكام يوم اللي فاتوا انا ما كنتش عارفه ارد على اي حد. من ساعه ما البيبي جه وانا حسيت ان بجد الموضوع مسؤوليه مش زي ما انا كنت متخيله. مش عارفه اتعامل معاه خالص. بس يعني هو الحمد لله ابتديت اتاقلم. فين البيبي؟ انا ناويه اكله، عارفه هخلصهولك، انا بعشق الاطفال. يا بنتي اصبري عليها واحنا لسه قعدنا. ده احنا لسه داخلين ما بقالناش دقيقتين. احنا حتى ما اطمناش عليه. خلاص اطمنا عليها وشكلها زي الفل اهو. يلا هاتلنا البيبي بقى. هجيبهولك طبعا تشوفيه. بس على فكره مبدئيا كده مش شبهي. انا هجيبهولك وانتي اكتشفي. ان شاء الله هيطلع زي القمر. هيجيب الوحشه منين؟ وان شاء الله دايما يا رب ربنا يفرح قلبك بيه. شبهك ولا شبه بابا؟ هاتي يا رب تطلع عينه ملونه. يا ستي لو نايم ومتدفي خليه. المهم ان احنا جينا اطمنا عليكي، ولو محتاجه اي حاجه نعملها لك احنا قولي. لا هو نايم عادي بس انا صحيه لكم. لا بقول لك ايه، هاتينا البيبي واقعدوا انتوا الاثنين بقى اطمنوا على بعض واحكوا، انا عن نفسي جايه اشوف البيبي. حاضر حاضر اهدي هجيبهولك حالا ثواني. كنت اصبري شويه يمكن الولد نايم ولا تعبان، ما كانش لازم تقولي لها كده. وتحس انه مش مستوعب اي حاجه. هاتي بولي هاتي. سكي. الله انا بموت في البيبيز، يا ريته كان صح عشان اعرف لون عينه. لا هو لسه فعلا ملامحه مش واضحه قوي. بس الحمد لله على الذريه الصالحه والخلقه التامه، اللهم لك الحمد. بقول لك ايه، انا عايزه اصحيه، انا مش قادره استنى. لا هتلاقيه دلوقتي هيصحى وهو على ايدك. حطي بس ايدك ناحيه ظهره كده. خلاصي هفضل ابوس لك فيه لحد ما اصحيه. بلاش تبوسيه احسن، يعني سلمي عليه من غير ما تبوسيه. لا عادي، هي بس تلاقيها من حبها فيه بتبوسه. هاكلك من خدوده. ريحته جميله فظيعه. لا بصراحه انا ما بحبش موضوع بوس الاطفال ده، بلاش منه. مالكيش انتي دعوه، انا بلبس اصلا. لا عادي خدي انتي كمان شيليه وشوفيه، مفيش مشكله. لا لا يا حبيبتي هو ما شاء الله باين عليه زي القمر من غير ما اشيل ولا امسك. بلاش من ايدي لايد احسن الجاي. شوفي انت بس لو محتاج حاجه. بصي انا هاخدك عشان اكلك مش هتيجي يعني. 5 دقايق وزيت على طول. خدي وقتك يا بنتي احنا قاعدين. ماشي امسكي. شفتي خدته وخطفته من على ايدي ازاي؟ ايه اللي السوق اللي هي بتتصرف بيها دي؟ احنا مش جايين عشان نشوف الطفل. ماله تصرفها؟ البنت ما اتصرفتش غير بكل ذوق وشياكه واحترام كمان. قلتي عايزه تشوفيه، قامت صحته من عز الدفا وجابتهولك، وسابتك تشيليه زي ما انت عايزه، وما خدتهوش من على ايدك غير لما عيط. فضلتي تبوسي فيه قد كده وما اتكلمتش، مع ان دي حاجه بتضر الطفل. وايه بقى اللي هيحصل له ان شاء الله؟ ما كل العيال بتتباس، وبعدين ما نضيفه وانا فيا ان ما عنديش اي حاجه. اه طبعا دي حاجه مش مستحبه، لان الاطفال بتكون مناعتهم ضعيفه جدا، وممكن يلقطوا اي عدوى او بكتيريا او فيروس. واكتر حاجه غلط هي البوس من البق، لانه ممكن يجيله هربس او يجيله اي حاجه ممكن تضر الطفل. احنا ككبار ما نعرفش الطفل ممكن يلقط عدوى من ايه بالظبط، سواء من لبسنا او من ايدينا او من بقنا او من اي حاجه. وعشان كده انا عن نفسي لما بشوف طفل بفضل ان انا اقول ما شاء الله واطبطب عليه من بعيد واقول لها ربنا يبارك لك فيه، وساعتها برفع الحرج عني وعنها، ما بحطش اي حد في موقف يحرجه. عموما انا عرفت هتعامل ازاي مع ولادك من قبل ما يجوا.